متجوزه من سنه، بس انا وهو كنا مرتبطين من ايام الثانوي. فبقول له مره انا عاوز اخلف بنت، قال لي البنات تربيتهم صعبه. قلت له ما انا ما بشتغلش وهبقى فاضيه لها. قال لي انت فاكره تربيه البنات سهله؟ المفروض تفضلي تراقبيها لحد ما تتجوز وتعلميها ازاي تتكلم مع الناس وتعمل حدود مع الرجاله. قلت له ما انا هعلمها اكيد. قال لي انت، واستهزأ كده وضحك ضحكه استهزاء. وبعدين قال لي انا هلم لساني عشان الليله ما تقلبش. قلت له لا معلش انا مش فاهمه، هو انا مش محترمه؟ قال لي لا محترمه بس طايشه وما بتعمليش حساب لحد. انت ناسيه انك كنت ماشيه معايا من ثانوي من ورا اهلك؟ قلت له عملت كده عشان بحبك. قال لي ما انا خايف تعلمي بنتك الحجج دي زي ما انت كنت بتقوليها. عرفت ليه مش هتقدري تربيها؟ اتصدمت وبقالي يومين بعيط. يعني هو شايفني مش محترمه ومش هعرف اربي ولاده عشان الغلطه اللي انا غلطتها زمان ومشيت معاه من ورا اهلي؟ اوعي تتنازلي مع اي حد مهما كانت حجتك. حافظي على نفسك عشان تعيشي طول حياتك راسك مرفوعه. فما عند الله لا يؤتى الا بطاعته. ابعتي الفيديو ده لكل البنات لعل واحده تتغير بسببك، ولايك وشير لو بتحب الخير.